في الجمدان ولا في الفكسان. شويه بقى عروض من مطعم اسمه باب شرقي، اتعمل لنا ريكومند ان في واحده بقى مناقيش تركي بالجبنه، وفي معانا كده ايه عرض تاني جامد. فهوبا سكالوبا تعالى نفتح بالمناقيش نشوف هل هي في الجمدان ولا في الفكسان. زي ما انت شايف يا عزيزي الاكيل، دي حجم المناقيش ثمنها 60 جنيه. هوبا بقى سكالوبا القطمه المتينه. حجم المناقيش حلو، ده غير كمان ان طعم العيش تحفه ومحشيه بقى تركي وحبه جبنه. لا بصراحه اللي اقترح علينا المناقيش دي طلع في الجون بجداره، تاخد 9 من 10. اما بقى العرض اللي احنا جايبينه مخصوص عشان الفيديو ده هو الشير بوكس ابو 310 جنيه، اللي زي ما انت شايف يا عزيزي في حاجات كتير. طبعا العرض ده مفروض 8 400 جنيه، فيه 6 قطع شاورما لحمه، 6 قطع شاورما فراخ، ده غير مفروض ان بيجي معاه قطعتين مخليتين اللي هم فرايد تشيكن، ده غير كمان قطعتين كمان زنجر وحبة بطاطس وشوية دبات يستاهلوا بقك، شوية طحينة على مخلل على تومية. تعالوا بقى ندوق كل حاجة ونشوف هل العرض ده في الجمدان ولا ايه. هنبتدي بالشاورما اللحمة. الشاورما اللحمة ممتازة، عليها بقى حبة بقدونس وحبة بصل وحبة طماطم، لا اليخن اللي محطوط عليها في اللذيذ. اما بقى الشاورما فراخ، طعم الشاورما فراخ جامد، ده غير ان عليها تومية وحبة بيكلز في اللذيذ. نخش بقى في الايه، في الفرايد تشيكن. انا بحب الدبابيس بس بصراحة الفرايد تشيكن بتاعتهم مش جامدة قوي، يعني لو سألتني هارت اتاك الفرايد تشيكن بتاعته لا يعلى عليه، هي متوسطة. اما بقى الزنجر مخلي وبيدوب في البق بس هو مشطشط حبتين. نجرب بقى البطاطس بالتومية. انا بعشق التوميه، البطاطس بتاعتهم بصراحه مختلفه عن بقيه المطاعم، تحس ان هي عليها بهارات مديها نكهه. العرض كميه الاكل فيه جامده جدا، لكن بصراحه في مطاعم عامله عروض بالنسبه للفراخ والشاورما والكومبو وومبو ده باسعار اقل من كده وكميات اكتر كمان من كده، فالعرض ده في المتوسط. بعد ما جربنا مطعم باب شرق، جودة الأكل بصراحة تحفة تحفة تحفة، يعني ممكن قد كده 9، لكن سعر الحاجة وكمية الأكل في المتوسط، فعشان كده ممكن ندي المطعم ده 7 من 10. ولو انت بتحب المناقيش ما تنساش تجرب التركي كرافت ابو جبنه. يا رب تكونوا استفدتوا معانا في الفيديو ده، استنوا مننا افتكاسات وعروض تانية كتير، وما تنساش يا عزيزي لو في حاجه انت عايزنا نجربها لك عشان ما تلبسش في سعرها اكتبها لنا في الكومنتات. اكل الديابه بيس.